خلال مناقشة سرية داخل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنامي قدرات الجيش المصري وفق صحيفة إسرائيل هيوم. نتنياهو قال في جلسات مغلقة إن الجيش المصري يعزز قدراته ويجب أن نمنعه من أن يصبح قويا للغاية، مشيرا إلى الحساسيات في العلاقات مع الجارة الجنوبية وفق ما نقلته الصحيفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن الجيش المصري يزداد قوة وهذا يتطلب مراقبة مستمرة، وأن تعزيز قدراته يجب ألا يتجاوز الحدود المسموح بها بحسب إسرائيل هيوم التي نقلت عن نتنياهو قوله: تربطنا علاقة بمصر لكن يجب علينا منع حشد قوات مفرط. ورغم التوترات، وقعت إسرائيل ومصر في ديسمبر الماضي اتفاقية غاز بقيمة 35 مليار دولار بعد أن لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط وفق الصحيفة الإسرائيلية.